تعالى يا ملك، تعالى اقول لك على حاجه بس كده. ماتش النهارده انا بقول لك اهو، توقعي واحساسي بيقول لي ان ممكن يبقى فيه سكور. طب يا باشا سكور ازاي وميسي وسواريز؟ ما هي بقى دي القصه بتاعت النهارده. خش بس بالانترو بتاع الماتش، يلا يا حدوته بسم الله. FIFA 2025 y el Inter de Miami con Leo Messi y todas sus figuras dará el puntapié inicial frente al campeón de la Liga Africana Al Ahly. Será una transmisión espectacular con todo el color de la previa y la ceremonia inaugural en vivo desde el Hard Rock Stadium de Miami. Al Ahly, Inter de Miami. ايوه تعالى يا ملك، انا اللي بقول لك ان ماتش النهارده على ملعب الهارد روك بنسبه 90 95%. لو الاهلي استغل عامل السن وفي ثلاث لعيبه في الاهلي لو في حالتهم بنسبه 100% وموجودين في ارض الملعب وطلعوا 100% من مجهودهم، انا بقول لك ماتش النهارده ممكن يخلص 4-0 5-1 4-1 3. يا جدع الله العظيم اللي مش عارف ازاي. نسمع التشكيلتين، تشكيله انتر ميامي وتشكيله الاهلي، وبعدها هقول لك ليه بقول كده. وبسم الله الرحمن الرحيم. اطبخ يا شيف الكراسه بتاعتنا. هنبدا بصاحب الارض والجمهور. فريق انتر ميامي على ملعب الهارد روك، معاهم المدرب خافير ماسكرانو، الراجل ارجنتيني. فرقه ملمومه كلها، اغلبيتها فيها ارجنتينيين كتير. بيلعب 4-3-3، وفي وسط اللعب لو حس ان هو مزنوق والدنيا رايحه معاه في داهيه بيقلبها 4-4-2. في حراسه المرمى اوسكار، حارس ارجنتيني عنده 38 سنه، الريفلكس بتاعه تعبان مله، يعني ما بيعرفش يترمي. دي نقطه من النقط اللي بتكلم فيها. ادي اول واحد 38 سنه. ناحيه اليمين، ودي كارثه من كوارث الدنيا في فريق انتر ميامي، باك رايت اسمه مارسيلو ده برضو ارجنتيني. اخر 10 ماتشات في الدوري الامريكي عمل 7 ضربات جزاء. يعني الراجل ده هنرجع له تاني وقت ما هنقول تشكيله الاهلي وليه، وهقول لك ليه بعدين. الاثنين سيرد باكات هيكتور مارتينيز فالكون برضو عنده 32 سنه. حركته عامل زي بالظبط رامي ربيعه كده، حاجه سيئه جدا. فلو لعبنا عليه وسام ابو علي، لو حنكشتين كده يمين في شمال، الراجل ده بقى في الجيب. ناحيه الشمال مفروض جوردي البا، بس طبعا جوردي البا في كلام ان هو مصاب، مع ان انا اشك ان هو يبقى مصاب، بس لو هنعتبر ان هو مصاب البديل بتاعه نوح اليان، ده الباك ليفت بتاعه من الاحتياطي. اتنين ديفندرات بنيامين كراماشي وبوسكيتس. بنجامين كراماشي وبوسكيتس. بوسكيتس 36 سنه وبنيامين 30 سنه. يعني بنلعب في اعمار الثلاثينات وايه، ودخلنا في دار مسنين. فالحته دي مهمه. بوسكيتس اكتر واحد بيلعب الكره المخفيه والدنيا تمام زي الفل، يمين وشمال شغال وكور طوليه تمام، بس برضو عامل السن فارق معانا. الديفندر الثالث او اللي هو السي ام بمعنى اصح، سيجوفيا، ده برضو عنده 28 سنه. ثلاثه قدام، الثلاثه ناحيه اليمين ليونيل ميسي، ناحيه الشمال، وده من يعتبر اخطر حد، حتى يعتبر اخطر من سواريز. تيديو إيلاندي ده عنده 24 سنه، ده اصغر واحد عندهم في التشكيله، وتحركاته حلوه. في اخر 12 ماتش جاب 7 اجوان، ويعني من نوعيه اللعيبه اللي رؤيتها للملعب حلوه. مع ميسي الدنيا ممكن تبقى فيها خفيان كبير وفيها وجع قلب كتير، بس هنرجع تاني لناحيه ليونيل ميسي ولويس سواريز، الناحيه اللي قدام او الاثنين اللي قدام في الهجوم. 36 38 سنه، 38 سنه و36 سنه، او 38 يعني مش هتفرق. سواريز غالبا 36 برضه. فرجعنا للحته اللي انا بتكلم فيها من بدايه الحلقه، 36 و38 مع بوسكيتس 36 مع بنيامين 30 مع الحارس اوسكار 38 فالكون 32. يعني بنتكلم في معدل اعمار زي ما قلنا دار مسنين، مش هنلاقي منهم اي حاجه في الملعب غير اللي هي البساط اللي هي بتدل على الخبره. لكن لو بتدور على فرق ومجهود بدني، لا، هنا بقى هنرجع وهنبدا نشوف تشكيله الاهلي، المعدل بتاعنا اللي انا بقول لك معطياته بناء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. توقع الناس كلها لتشكيله الاهلي، وده توقع انا وتوقع ناس كتيره، يعني كله بيفضل، كل الاهلاويه بتفضل ان التشكيله دي هي اللي تبدا، ما عدا اللي هقوله اول واحد محمد الشناوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يستر علينا دنيا واخره. انا راضي، انا شكله هو اللي هيلعب، في امرنا لله، مغلوبين على امرنا. محمد الشناوي
ناحيه اليمين محمد هاني، دورك يا باشا وبطولتك المفضله، عيش عيش وتعايش وتعامل. الاثنين سيرد باكات احمد رمضان بيكهام واشرف داري، واحد عاقل واحد غشيم، ربنا يستر علينا كده. الاثنين دول انا شايف من وجهه نظري الانسب، زي ما كان موجود كده عبد المنعم ورامي ربيعه، الغشيم والعقل، هو نفس السيناريو. بس يعني اتمنى احمد رمضان بيكهام يبقى مفوق، وحته الالتحامات تبقى عنده بشده شويه، لان هو شيك لكن جوه الملعب لا، يعني ما تلاقيش ضرب، ما تلاقيش الغشامه في اللعب. فربنا يسترها. ناحيه الشمال عطيه الله، وبرده دي من المشاكل اللي عندنا. كينج الكونوج، احنا اسفين لازم كل فيديو هعملها. نيجي بقى للاعب رقم واحد اللي انا قلت عليهم، في 3 لعيبه لو هم في حالتهم بنسبه 100%، الراجل ده واحد منهم حمدي فتحي. حمدي فتحي اكتر لعيب قطع الكور في نص الملعب، رؤيته حلوه، بيقدر يلعب في مركز 6 ومركز 8. لو نسبه 100% من مجهوده موجوده جوه الملعب، اطمن على نص الملعب. قدامهم 2، رقم 8 بن رمضان، وجنبه امام عاشور. ناحيه اليمين وده اللعيب رقم 2، لو في حالته بنسبه 100% برضو، الراجل ده لو قدر ان هو يدينا 80% من اللي كان بيعمله مع الزمالك، انا بقول لك ماتش النهارده باكد تاني سكور 4-5 مرتاح. احمد السيد زيزو لو لعب وبدا النهارده وادانا 80% من اللي كان بيعمله مع الزمالك، انا بقول لك مع اللاعب رقم 3 اللي هقوله دلوقتي حالا، محمود حسن تريزيجيه، الطرفين بتوعك لو هم في حالتهم، وبالاخص تريزيجيه. ليه تريزيجيه؟ عشان هنرجع تاني للعيب اللي اسمه مارسيلو، اللي كان ناحيه اليمين بتاعهم، اللي عامل 7 ضربات جزاء في اخر 10 ماتشات. الراجل ده بيتاكل عليه عيش وحلاوه عادي جدا. يعني لو تريزيجيه بالفورمه بتاعته بنسبه 100%، بنسبه 99.9، كل الاجوال اللي هتيجي للاهلي هتيجي من الناحيه دي. يعني مارسيلو ناحيه اليمين ده، لو قدرنا تريزيجيه يرمي عليه بمهاراته وسرعه والفنتات اللي بيعملها دي، ضربات جزاء بقى، ممكن تلاقي فاولات، تلاقي بقى وسام ابو علي تشرك فاولين من الفاولات بتاعته. فالحته دي مهمه جدا لو احنا ركزنا عليها ناحيه اليمين بتاعت انتر ميامي. نرجع تاني، وسام ابو علي البومبير، المهاجم الفذ، اقوى مهاجم للاهلي في اخر 10 سنين، واللي هيقول غير كده يبقى واحد بيتفرج على كرة تانية. الراجل ده لو فايق النهارده برضو، بس انا الاساسي بالنسبه لي حمدي فتحي، زيزو، تريزيجيه. الثلاثه دول لو في حالتهم جوه الماتش بنسبه 100%، السكور اللي انا قلت عليه في بدايه الحلقه هيحصل. وخدها مني بضمان ايه، بعد الماتش تعالى واتكلم وعاركني في اخر الماتش بعد الماتش. خلاص لما خلصنا تشكيله الفريقين، ده السبب اللي انا كنت عايز اقوله لك، ان احنا ممكن نكسب سكور بالعامل السن اللي موجود في فريق انتر ميامي، على ارضهم وسط جمهورهم وكل الكلام الجميل ده على دماغي من فوق. بس انا بتكلم دلوقتي في كوره وحته بدنيه. اغلبيه العالم كله بيشتغل على الحته البدنيه عند اي فرقه. الحته البدنيه اللي في الاهلي والقوه البدنيه اللي موجوده جوه فرقه الاهلي دلوقتي تخليني اطلع واقول لك يا باشا نكسب النهارده ونكسب سكور كمان. بس لو يعني لو الفرقه كلها طبعا في ارض الملعب بنسبه 100%، بس بالاخص الثلاث لعيبه اللي انا قلت عليهم دول لو بمجهودهم بنسبه 100%، السكور اللي انا بقول لك عليه هيتحقق وعلى المرتاح كمان. ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده. لو لا قدر الله السيناريو اللي انا قلته ما حصلش، على الاقل نكسب 2-1 3-1، لان اللي جاي مش هيبقى سهل زي ماتش النهارده. بيتهيألي وجهه نظري ماتش النهارده هو اسهل ماتش على المجموعه دي. ان شاء الله نكسب النهارده زي ما قلنا 3-4-1 كده. اسوأ الظروف ان شاء الله 2-1 في اخر الحلقه. اتمنى تكون كده الحلقه كده لايت ولذيذه وعجبتكم. ما ننساش السبسكرايب، الاشتراك، يعني في اشتراك تحت، دوس لي على الاشتراك وفعل الجرس، وبعد كده اعمل لايك بقى للحلقه. اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله بعد الماتش ان شاء الله، وبعد ما نكون كسبنا ونفرح مع بعض. الحلقه الجايه في الملعب ولع. سلام.